بعد خروج المنتخب المصري من كأس أفريقيا على ايد السنغال، في ناس شافت ان مصر عملت انجاز بوصولها لنص النهائي، وناس شافت ان لا ده اقل من العادي. طب هي الخطة اللي كان بيلعب بيها حسام حسن كانت حلوة ولا لا؟ وهل في لاعيبة في المنتخب خلاص جابت اخرها ولازم ناس تانية تلعب ولا لا؟ وايه اللي منتخب مصر محتاجه عشان يقدم حاجة كويسة في كأس العالم الجاي؟ هنشوف الكلام ده كله في الفيديو ده، يلا بينا. يلا بينا يلا بينا يلا بينا يلا نصار. كلنا شفنا اداء منتخب مصر في كاس افريقيا 2025، والحقيقه ان اراء الناس مختلفه عن اداء منتخب مصر. في ناس شايفه ان اداء المنتخب كان كويس وده احسن حاجه ممكن المنتخب يقدمها، وناس تانية كانت شايفه ان المنتخب كان عنده اكتر من كده بكتير. طب ايه اصلا اللي محتاجه منتخب مصر في كاس العالم عشان نقدر نقدم حاجه كويسه؟ اول حاجه وهي طريقه حسام حسن، وان لازم ما نبقاش معتمدين اعتماد كامل على خطه لعب واحده، لان زي ما كلنا شفنا في افريقيا خطه 5-3-2 اللي لعبنا بيها قدام كوتيفوار كانت كويسه جدا وقدرنا نكسب الماتش. بس حصل العكس في ماتش السنغال والمنتخب ظهر بمظهر سيء جدا. النقطه التانية بقى ان لازم المنتخب يتعمل له احلال وتجديد بالنسبه للعيبه، ونبتدي نعتمد اكتر على اللعيبه الشباب، وفي لعيبه لازم يتم الاستغناء عنها في المنتخب. واول حاجه في مركز الحراسه اننا المفروض نستغنى عن محمد الشناوي اللي بقى واضح جدا ان اخطائه كترت ومش هيقدر يقدم حاجه للمنتخب. طب مين بقى اللي يبقى حارس منتخب مصر؟ هقول لك عندك 3 اسماء كويسه. اول اسم وده الاسم المرشح بقوه ان هو يبقى حارس منتخب مصر الاول لو تم استبعاد الشناوي، وهو مصطفى شوبير، واللي قدم اداء كويس جدا في الماتشين اللي لعبهم في افريقيا، وعنده هامش تطور كبير، وعنده ميزه اضافيه وهي اللعب بالرجل كويس، ودي النقطه اللي افتقدها منتخب مصر مع الشناوي واللي تسبب في خطأ كبير في ماتش بنين. اما الاسمين التانيين في مركز الحراسه هم محمد صبحي حارس الزمالك ومحمود جاد حارس بيراميدز، وده طبعا لو بدأ يلعب اساسي مع بيراميدز. ونروح لمركز قلوب الدفاع، طبعا لو محمد عبد المنعم رجع هيبقى مفيد جدا لمنتخب مصر، خصوصا انه بيقدر يطلع بالكرة بشكل كويس جدا. طب مين اللي يلعب جنب عبد المنعم في حاله اللعب باتنين مدافعين بس؟ هقول لك حسام عبد المجيد، وده اللي هيفيدك جدا في الكرات العاليه. وحسام ظهر بشكل كويس جدا في افريقيا وخاصه في ماتش السنغال، وكان احسن لاعب من منتخب مصر. طب والبودلة بتوع قلوب الدفاع، هقول لك 3 اسماء. اول اسم هو ياسر ابراهيم اللي قدم اداء كويس جدا في افريقيا. الاسم التاني هو محمد اسماعيل لاعب الزمالك واللي بيمتاز بالطلوع بالكرة بشكل كويس وممكن يبقى بديل كويس جدا لعبد المنعم. اما الاسم الثالث فهو عمر فايد لاعب نادي اروكا البرتغالي اللي متعار ليه من فنربخشة التركي، وبصراحه انا كنت شايف انه كان المفروض يبقى في قائمه منتخب مصر في افريقيا اللي فاتت. خلصنا قلوب الدفاع، نخش بقى على الباك اليمين والشمال. طبعا الباك اليمين اللي هيلعب فيه هو محمد هاني، ده لان مفيش حد غيره يعتبر، وهيبقى البديل بتاعه احمد عيد. طب والباك الشمال، احمد فتوح اثبت انه لو مركز فهو احسن باك شمال في مصر ويقدر يقدم حاجه كويسه جدا مع المنتخب. طب والبديل بتاعه، هقول لك كريم حافظ لاعب بيراميدز واللي بيقدم اداء كويس في ظل غياب محمد حمدي للاصابه. خلصنا خط الدفاع، نروح بقى لخط الوسط. خط الوسط لازم يتكون من 3 لعيبه. الاول وهو مروان عطيه، وهيكون في مركز رقم 6. مروان عطيه قدر يقدم حاجه كويسه جدا في افريقيا، وكان عنده مردود دفاعي كويس في البطوله، وكمان قدر يسجل هدف كويس جدا في بنين. واللي يلعب قدام مروان عطيه 2، اول واحد هو محمود صابر، واللي عنده كره كويسه جدا وحاجات كتير يقدمها للمنتخب وهتقدر تستفيد منه في التسديد من بعيد. واللاعب بقى اللي يكمل الثلاثي هو امام عاشور، واللي كان واحد من احسن اللعيبه في افريقيا، وده اكتر واحد في ال3 هياخد حريه هجوميه. طب البودلة بقى في خط الوسط هيكونوا مين؟ اول واحد هو مهند لاشين، لعيب كويس وعنده خبره كويسه مع المنتخب ودولي من سنه 2021 ويقدر يسد مكان اي حد يتصاب في الوسط. طب وتاني واحد هو محمد شحاته، وبصراحه محمد شحاته لعيب كويس جدا وهيبقى مهم جدا على دكه البودلة. اللاعب التالت بقى هو ناصر ماهر، وده هيبقى احسن بديل في حاله ان امام عاشور مش موجود. خلصنا خط الوسط، نروح بقى لخط الهجوم. هقول لك من غير كلام، صلاح هيلعب ناحيه اليمين ومرموش هيلعب ناحيه الشمال، ولازم مصطفى محمد يلعب في مركز المهاجم. او لو انت مش عايز مصطفى محمد، عندك مروان حمدي لاعب ستايله مشابه جدا لمصطفى محمد ويقدر يقدم دور المحطه بشكل كويس. والبودلة بقى في خط الهجوم، اول واحد هيبقى ابراهيم عادل، وتاني اسم هيبقى احمد عاطف قطه اللي انا شايف انه اتظلم جدا انه ما راحش افريقيا اللي فاتت وكان هيبقى افيد بكتير من تريزيجيه. وتالت اسم معانا هو زيزو، وهقول لك هيبقى مفيد ازاي واحنا بنتكلم على الخطه والتكتيك. اتكلمنا بقى عن اللعيبه اللي لازم نستبعدها واللعيبه اللي لازم تلعب، نتكلم بقى عن الخطه نفسها. احسن خطه يلعب بيها منتخب مصر هي خطه 4-3-3. شوبير في الحراسه، قدام 4 هاني ومنعم وحسام وفتوح، وفي الوسط مروان عطيه ومحمود صابر وامام عاشور، والثلاثه اللي قدام صلاح ومصطفى محمد وعمر مرموش. الخطه باللعيبه دي هتقدر تلعب كره كويسه جدا، لانك هيبقى عندك لاعب او 2 في كل خط بيقدروا يطلعوا بالكره كويس تحت الضغط، بدايه من شوبير اللي بيقدر يطلع بالكره كويس وما بيخافش، وهيبقى عندك عبد المنعم في خط الدفاع ومعاه طبعا فتوح، وخط الوسط اللي اتكلمنا عنه هيكون فيه جوده قويه جدا.
وهتقدر تلعب كرة ممتعة على الأرض بدل الاعتماد الكامل اللي بيكون على الكرات الطولية. وفي سلاح تاني هيبقى مهم جدا لو حسام حسن لعب بالأسماء اللي أنا بقولها دي، وهو سلاح التسديد من بعيد، وده هتلجأ له لما يكون في فريق قدامك متكتل دفاعيا. طب ليه أنا بقول التسديد هيكون حل مهم؟ هقول لك بكل بساطة، لأن عندك مجموعة من أحسن اللعيبة اللي بتسدد. عندك خط وسط مروان عطية رجليه تقيلة وبيسدد بقوة، وده ظهر في جونه الجميل قدام بنين. تاني واحد محمود صابر وبيجيد التسديد من بعيد وبرجليه الاتنين. وامام عاشور طبعا بيسدد بشكل كويس جدا، بالاضافه طبعا لعمر مرموش اللي بيقدر يسجل من مسافات بعيده، وعمل كده اكتر من مره مع المان سيتي. وطبعا صلاح اللي مش محتاجين نتكلم عنه كتير. طب لو حسام حسن عايز يدافع ويلعب برضه على التحولات والهجمه المرتده، هقول لك لازم مصطفى محمد يكون موجود ويسقط لنص الملعب ويسحب معاه مدافع ويفضي مساحه لصلاح ومرموش. ولو ان انا شايف اننا مش محتاجين نلجأ للدفاع والمرتدات الا في ظروف معينه، وشايف اننا معانا عناصر تقدر تلعب كره هجوميه كويسه جدا. في نقطة تانية بقى عايز اتكلم عليها، وهي دكة البدلة واللي ما كانتش مفيدة في افريقيا خالص، وفي لعيبة يمكن ما شفناهاش غير في دقايق قليلة. ولو جينا بصينا هنلاقي اننا ما بنعملش تغييرات الا لو كنا مغلوبين او متعادلين، وشفنا الكلام ده في ماتش كوتيفوار وما عملناش غير تبديلين بس، منهم واحد بنضيع بيه وقت. طب ازاي نستغل الدكة صح؟ اولا في كام لاعب لازم ينزلوا باستمرار. اول لاعب وهو ابراهيم عادل، واللي هيقدر يقدم حاجة كويسة جدا ورجله مظبوطة على الجون وبيعرف يسجل. تاني واحد بقى واللي يعتبر ما شفناهوش غير في شوط واحد بس قدام انجولا، وهو مصطفى فتحي، واللي كان ممكن ينزل بدل صلاح في اكتر من ماتش وكان ممكن يأدي بشكل كويس برضه. وتالت لاعب هو زيزو، وزيزو على فكرة ممكن حسام حسن يكتشف له مركز جديد لو المنتخب خسران او متعادل ومحتاج يسجل، والمركز ده هيكون الباك اليمين على حساب محمد هاني. هتقول لي ازاي؟ هقول لك عادي، زيزو لعيب سريع وبيعرف يعمل عرضيات كويسة، وممكن مع الوقت يبقى هو الاساسي كمان لو اثبت نفسه. طبعا في الوسط اتكلمنا عن محمد شحاتة ومهند لاشين وناصر ماهر، بس انا عايز اتكلم شويه عن ناصر ماهر. ناصر ماهر لعيب بيلعب اكتر في مركز رقم 10، ممكن في اخر 20 دقيقه ينزل مكان امام عاشور. نروح بقى لنقطه مهمه جدا، وهي التحضير لكاس العالم. مهم جدا جدا نحضر لكاس العالم بشكل كويس، نعمل معسكرات قويه، نلاعب اقوى منتخبات في العالم حتى لو خسرت منها، بس هتبقى بتحتك بمنتخبات قويه. وفي نقطه كمان مهمه جدا، وهي اكتشاف لعيبه جديده، وهنا انا بتكلم بشكل اكبر على اللعيبه المزدوجه الجنسيه زي هيثم حسن لاعب ريال اوفيدو، وفي حوالي 10 لعيبه اقوياء جدا معاهم الجنسيه المصريه وبيلعبوا في اقوى دوريات العالم وهيفيدوك في كل المراكز، وتقدر بسهوله تقنعهم ينضموا ليك، وممكن نبقى نعمل عنهم حلقه الفتره الجايه. اخر نقطه بقى هي عند حسام حسن. حسام حسن محتاج يبقى عنده الجرأه الكامله. يعني ايه؟ يعني طالما انت شخصيتك قويه مفروض تبقى قويه على كل اللعيبه، واولهم الكابتن محمد صلاح. يعني ما تجيش تفرض شخصيتك على لاعب زي مصطفى محمد وتقول عليه ربع محترف وتقطعه في الاعلام، وما يجيلكش الجرأه تطلع محمد صلاح في اي ماتش حتى وهو مقدم أسوأ أداء، وده اللي شفناه في ماتش السنغال. فلازم حسام حسن يبقى فاهم تصريحاته كويس وايه اللي هيترتب عليها، مش اي تصريحات نقولها وخلاص. وفي النهاية الكلام اللي انا قلته في الفيديو ده من وجهة نظري، هل انت شايف ان فعلا منتخب مصر ده اللي محتاجه، ولا احنا محتاجين اكتر من كده بكتير؟ وفي النهاية لو الفيديو عجبك ما تنساش اللايك والاشتراك وتفعل زر الجرس، وقول لي تحب اتكلم عن مين الحلقة الجاية.